قال لك اسيدي سبب ارتفاع ثمن الطماطم في المغرب هو انتشار بعض الفيروسات والتغيرات المناخيه. الصراحه قنعوني، الفيروسات جاو مور ما غلات البصله، اصلا غادي كل شيء. ايوا التغيرات المناخيه ما لهاش فيها، ياك هذا العام المغرب الخريطه كلها بغات تتغطى بالماء. والسبب الثاني قال لك اسيدي هو ارتفاع اسعار البذور الزريعه. اسيدي قال لك جات غاليه باش يشريو الزريعه. ايوا هذيك المطيشه اللي كناكلو كنطيبو، علاش ما يدوروش يجمعوها بحال داكشي ديال الريسيكلاج ويجمعوا علينا الزريعه ويديوها ويعاودوا يزرعوها. ايوا والسبب الثالث هو اللي كيقنعني مزيان، هو انه قال لك التصدير بكميات كبيره كتخرج لبرا. المغرب دابا كيصرف على افريقيا وعلى اوروبا، جوج قارات، دوله كتصرف على جوج قارات، ولكن التصدير بكميات كبيره كاين. واخا الفيروسات كيضربوا مطيشه، واخا التغيرات المناخيه، واخا البذور غاليه غير علينا حنا واقيلا.